صباحي ان شاء الله وقاعد كنت متابعكم، انا لسه جاي من بره حالا يعني وفي نيويورك ناس كتير جدا اعرفها يعني مؤيدين وكده وبس. يعني انا متضايق من اللي بيحصل بين انصار والفتوح طيب. وحمدين وكده، وشايف ان ده مروان جدا جدا يعني. مروان سامعني؟ ايه سامعني؟ سامعك كويس. طيب يا ريت ممكن تعلي صوتك، هستأذنك تعلي صوتك بس شوية. انا علي صوتي ما فيش طيب مشكله. انت كنت زعلان ومتضايق من حاجة معينة، ممكن تفسر لي لاني ما سمعتهاش. بقول لك زعلان ومتضايق من اللي بيحصل بين انصار ابو الفتوح وانصار حمدان صباحي على النت وعلى تويتر وكده يعني، وعلى فيسبوك وكده. فبس شايف ان ده غلط، شايف ان ده غلط جدا في وقت حرج زي ده يعني. الناس دي محترمه بعضها من ايام الثوره، سواء حمله حمدان صباحي او سواء حمله ابو الفتوح. فمعرفش، انا مش عارف ايه اللي حاصل. وبعدين الموضوع مش بس من الناس اللي على النت، ده من الناس اللي هي شخصيات عامه زي بلال فضل يعني، فاهم؟ ما ينفعش. انا مش عارف يعني، انت عايز ترشح حد معين اتفضل، انما انت بتهاجم حد وانت عارف ومتاكد انه محترم وبتهاجمه من غير ادله. اذا انت بتخلق مشكله من مفيش يعني. احنا مش ناقصين مشاكل في وقت زي ده، فاهم؟ انا لو حد جه قال لي كده واثبت لي 100% ان الراجل ده فاسد او الراجل ده مش كويس، عمري ما هرشحه. انما انا من تاريخه والحاجات اللي انا قاريها عنه من اول ما كان طالب في كليه اعلام في جامعه القاهره لحد ما هو دلوقتي كده كان في اسيوط قريب، انا شايف الراجل ده محترم جدا يعني. مروان شايف ان احنا نخلق مشاكل في وقت زي ده مش صح. انت بالعكس، انت ممكن ترشح ابو الفتوح بس تحترم صباحي، تحترم الراجل اللي ناضل بسبب البلد دي، الراجل اللي يعني بيحب الشعب ده ودافع عنه يعني في مواقف كتير جدا يعني. فما اعرفش، انا مش عارف، انا مش مبسوط من اللي بيحصل خصوصا النهارده يعني. شايف ان في انقسامات شويه يعني، بوادر انقسامات كده بين الناس. المفروض احنا نبقى متحدين، لان الراجل ده كان في الميدان وابو الفتوح كان في الميدان. فخلونا ضد شفيق، ضد عمرو موسى، ضد اي حد يعني ما كانش مع الثوره. انما لما الثوار نفسهم او الناس المحترمه نفسها تقع في بعض، بس بعد كده هنبقى احنا بنتفرج على عمرو موسى رئيس واحمد شفيق نائب ليه، ونقعد احنا برضه بنتخانق مع بعض يعني. عارف يا مروان، النهارده سمعت تعليق ظريف قوي بيقول احنا عاملين زي الريال والبارسا، هنتخانق مع بعض وفي الاخر هنتفرج على البراين وتشيلسي. بايرن ميونخ وتشيلسي في النهائي بالظبط كده. انا لسه كنت قايل دلوقتي حالا انا في العربيه. انا حقيقي سعيد بيك يا مروان وبحماسك وغيرتك على ان مرشحين الثوره يكون في بينهم خلافات زي ديت، واتمنى انها تنتهي باسرع وقت ممكن عشان ما نلاقيش فعلا زي انت ما بتقول ان في احد الفلول بيتصدر المشهد او موجود على رأس القائمة وتتوحد. واكيد احنا في حملة حمدين صباحي بنكن كل الاحترام لدكتور ابو الفتوح وتاريخه النضالي، وبنحترمه. لكن اعتقد ان في المرحلة ديت من الجائز ان هيكون في بعض الصراعات بين الناخبين في اللحظات الاخيره اللي هم ما تسببوش فيها على فكره، واللي تسبب فيها بعض ناس من الخارج يعني الانصار. في حاجه ثانيه يعني تأييد مصطفى البكري حمدان صباحي. احنا ممكن نرد يعني، احنا جاهزين هنرد يعني، بس احنا ده يعني بنقول عليه كده، فاهم يعني؟ ده جو رخيص بقى ان انت تنزل لمستوى ان احنا بقى نقعد نحط فيديو لصباحي ان هو محترم جدا، وان هو ما مثلا اللي بلال فضل بيقول عليه ده مش صح. احنا ممكن نعمل ده احنا، بس احنا مش فاضيين لده دلوقتي. احنا نعمل ده مثلا لما يعني ما اعرفش يعني، لما ناس محترمه تبقى خلاص، مش اسلوب حمله حمدان صباحي ولا داعمين ننزل للمستوى ده، فاهم؟ انما كاحنا كانصار صباحي لو عايزين نعمل كده هنعمل، لو عايزين نرد على اي حد بيتكلم عليه هنعمل كده. بس يعني احنا مش ده الوقت المناسب خالص يعني، مش ده الوقت المناسب خالص ان الناس تقعد تتخانق يعني، فاهم قصدي؟ تمام. واحنا مش في مجال تصفيه الحسابات، احنا عايزين نأدي احنا بنأدي لمصلحه البلد. انما لو احنا عايزين نرد عليهم ونسيب بقى الدنيا ونسيب الثوره ونسيب الفلول ونسيب الناس دي ونقعد نرد على بلال فضل ولا على اي، خلاص انت في وقت معين انا بحترم بلال فضل، بحترم كذا وكذا وكذا، انما لو لقيته بيعمل حاجات مش كويسه هو خلاص انا مش هخلي واحد الهي يعني. بالنسبه لي انا بحبه جدا وعمري في حياتي ما كنت معترض معاه في اي حاجه بيقولها. انا اول يوم النهارده يعني ابقى مستغربه قوي كده، فاهم؟ قول لي يا مروان، انت متابع التلفزيون المصري والقنوات الفضائيه ولا لا؟
انا متابع كل حاجه، كل طيب. حاجه. شايف حمدين صباحي او اي مرشح وليكن الاستاذ الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح واخدين حقهم اعلاميا زي عمرو موسى واحمد شفيق، ولا الاعلام يعني محايد ولا مش محايد من وجهة نظرك انت؟ والله انا شايف ان الاعلام اصلا عامه من ايام الثوره ومن بعد الثوره هو الاعلام لسه اعلام حسني مبارك، فبالتالي هتلاقي عمرو موسى وهتلاقي احمد شفيق، هتلاقي الاستفتاءات النت كلها كانت بتقول مثلا حمدين صباحي وابو الفتوح، وتلاقي قناه الفضائيه المصريه بتقول لك عاملين استفتاء وحاطين احمد شفيق الاول. بس اللي هيفرق برضه الشعب، يعني خلاص احنا الشعب المصريين مش معتمدين على الاعلام المصري، هي الناس واثقه في نفسها. فانا دلوقتي ممكن انا متوقع جدا ان حمدين صباحي هيكسب، ان واحد زي ابو الفتوح يكسب، مع ان هو اعلامي ممكن يعني اعلاميا ممكن يكون مش واخد حقه، بس الرهان على الناس اللي في البلد نفسها واللي في الشارع مش مستنيه اعلام. خلاص احنا دلوقتي كل واحد بيكون رايه لوحده، يعني فاهم قصدي؟ فانا مش باصص لدي قوي، يعني مش باصص، انا رهاني على الشعب، والشعب اديك شايف طب صباحي متقدم ازاي، مع ان هو فاهم يعني لو هتيجي تقارنه باي حد بيطلع ما بيطلعش كتير، او مثلا حملته مش زي حمله محمد مرسي مثلا، فاهم؟ فهي الحق بيكسب، الحق قوي. بس عايزين نهدى، الناس المحترمه تهدى، انما لما الناس المحترمه هتقعد تتخانق مع بعض الحق نفسه هيضيع بينا، هيضيع بيني وهيضيع بينك، وياخدوا واحد ملوش حق خالص انه يكون اصلا موجود في انتخابات، يعني فاهم قصدي؟ فان شاء الله خير، يعني انا متفائل طبعا، ستيل متفائل، لان ايام الثوره وبعد الثوره عدينا على ايام اصعب من دي كتير قوي يعني. بس بس انا ما اعرفش، انا اتضايقت النهارده من بلال فضل بصراحه. انت مش لوحدك اللي اتضايقت يا مروان، في ناس كتيره مش شرط ان هم يكونوا انصار حمدين، بس من الاسلوب والطريقه. يعني بلال فضل من الناس اللي هم كانوا ايام الثوره المفروض ان هو راجل ثورجي بيدور على الحق طبعا. كان فرحان ان النظام سقط، وفجاه بدا يطلع عيوب حمدين صباحي والبرنامج بتاعه. حضرتك ايه الاسلوب بتاعه مش عاجبني، يعني انا مثلا شفت الفيديو اللي كان مقصوص لابو الفتوح اللي بالك هستعين بالمشير وبتاع، ماشي انا شفته، بس اتكلم براحه بقى، لان عارف ان الراجل ده محترم، اكيد انا مش هبقى اقرا تاريخ ابو الفتوح كله واجيله في دقيقه ولا دقيقتين اللي شفتهم اروح جاي شتمه مثلا باسلوب مش كويس. تمام يا مروان، بس انا برضه يعني عندي تحفظ على كلمه قالها استاذ اكرم، ان بلال فضل طلع عيوب لحمدين صباحي. انا اعتقد ان بلال فضل عمل خدمه، يعني قدم ادله غير موجوده على ارض الواقع. حمدين صباحي هو المرشح زي ما قالت اخت ولاء من شويه، ان هو اللي ما فيش على راسه بطحه. مناضل مصري جه من الثورة حقيقي وبشكل حقيقي ومتواجد دايما وسط المصريين، وسط المواطن البسيط في الشارع، دايما موجود. لكن اتمنى ان بلال فضل يراجع نفسه ويتأكد من معلوماته اللي قالها هو، لان حمدين صباحي انكر، او بمعنى اصح يعني اتكلم اكتر من مرة ان هو لما اتكلم في موضوع